السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده طالعه لكم بوصفه جميله جدا وسهله ومش هتكلفكم اي حاجه خالص. هي طريقه عمل اللحمه بالبطاطس في الفرن وجنبيها رز. طبعا دي اكله سهله وبسيطه ومش هتكلفك اي حاجه خالص. وبالنسبه ان احنا بقى في رمضان والجو حر وكده، كل سنه وانتم طيبين يعني. ما بنقدرش ان احنا نقوم نقف طول اليوم لحد ما المغرب يأذن نبقى في المطبخ. لا، دي الاكله دي مش هتكلفك اي حاجه خالص ومش هتاخد معاكي وقت وهتخلص قبل المغرب يعني، وهتقعدي كمان وهيتبقى لك وقت ان انتي تقعدي، يعني هيتبقى وقت. طبعا هتجيبي طاسه، هتحطي فيها حته سمنه وتحطي اللحمه فيها وتسيبيها تتشوح، وتجيبي البطاطس وتقطعيها زي كده. طبعا ودي بصلتين وفصين توم ومحطوط عليهم ملح وفلفل اسود. دي التوابل اللي احنا هنحتاجها بس. طبعا هبدأ اقلب اللحمة تقليبة كده صغيرة. هنبدأ نقلبها زي ما انتوا شايفين، هتبدأ بقى تاخد اللون الموجود ده. طبعا البطاطس هنقطعها زي ما انتوا شايفين. اهي البطاطس. طبعا دي اللحمة بعد ما اتشوحت هنبدأ ننزل البصل والثوم، وهنبدأ نقلبهم زي ما انتوا شايفين. اكلة بسيطة جدا، بقلبها قدامكم اهو، وهبدأ انزل عليها البطاطس زي ما انتوا شايفين. مش بنزلها مرة واحدة، لا، بنزلها حبة حبة. بنزلها حبة واروح مقلبة، انزلها حبة واروح مقلبة، مش بنزلها مرة واحدة زي ما انتوا شايفين. زي ما انا قلت لكم اهو، بنزلها واحدة واحدة. طبعا انا بحب نضرب الطماطم في الخلاط، بعديها نطلعها نصفيها بالمصفى زي ما انتوا شايفين. بعد ما ضربتها في الخلاط حطيتها في المصفى وبصفيها زي ما انتوا شايفين اهو. هفضل اقلب فيها كده. طبعا هتجيبي صينية وتحطي فيها اللحمة بالبصل والثوم والبطاطس زي ما انتوا شايفين اهو. ودي الطماطم زي ما انتوا شايفين اهو. طريقة سهلة جدا. طبعا ودي الطماطم بقلب فيها كده شوية، بعديها هبدأ احطها على البطاطس واللحمة والبصل والثوم زي ما انتوا شايفين اهو. هكون انا مولعه البوتاجاز، هحطها على البوتاجاز. هبدأ ان انا انزل البطاطس في الطماطم، يعني ما خليهاش طالعه لفوق، لا، هنزلها في الطماطم اللي تحت زي ما انتوا شايفين اهو. زي ما انا بقول بنزلها لتحت زي ما انتوا شايفين. طبعا ودي بعد ما حطيناها في الفرن واستوت. طبعا احنا بنحب نحمرها كده. وجي عملت جنبيها رز زي ما انتوا شايفين. مكنتش قادرة اوصف لكم كانت الريحة عاملة ازاي، وما خدش وقت.